السلام عليكم حبايبي، تالتة اعدادي. هنحل مع بعض امتحان دمياط، امتحان سهل جدا لذيذ جدا من توقعاتنا بنسبة 101%، مباشر وصريح ومفيهوش حاجة خالص. اللي متابعنا من اول الفيديوهات بتاعتنا هيعرف ان كله ده فرمناه واخدناه الحمد لله. هالة is talking to عبير about an interesting book. هالة بتتكلم مع عبير عن كتاب شيق. هلو هالة، what are you doing؟ بتعملي ايه؟ هترد لها السلام الاول او التحيه. هلو عبير، I am، وهات فعل مضاف له اي ان جي عشان are you doing. طب هي بتعمل ايه؟ فوق بيقول لك كتاب شيق، اذا هي بتقرا كتاب. I am reading a book. سألتها سؤال. It's called David Copperfield. يدعى أو يسمى ديفيد كوبرفيلد. إذا what والمقص. What is it called? Is it interesting? Yes it is. It was written by Charles Dickens. اللي كتبه تشارلز ديكن. إذا هو وبرضه المقص. Who was it written by؟ أو who is the writer؟ الاتنين صح. Can you lend me this book؟ ممكن تديني الكتاب ده أو تعريه لي بعد ما تخلصيه. أوكي مفيش مشكلة. أوكي sure yes of course براحتك. القطعة الصغيرة is places messages pyramids are ancient. عندك is و are جرامر واحدة وتسيب واحدة. I have 3 friends in England. عنده 3 أصدقاء في إنجلترا. I usually send them نقط. هيبعت لهم إيه؟ طبعا messages. One of them واحد منهم is going to visit. We have some arrangements. We are visiting the هيزوروا إيه؟ pyramids, temples and the ancient museum which are full of ancient treasures. الكنوز القديمة، عشان هنا عايز صفة. حبايبي اتكلم عن السفر. قلنا عشان نحل القطعة نقرا الأسئلة. the main idea ايه الفكرة الرئيسية للقطعة؟ هنشوف. making friends can be another benefit of tourism because ان انت تكون صداقات ده فائدة تانية او فائدة اخرى للسياحة. لان ايه؟ هنعرف. the underlying pronoun there، الضمير there يعود على مين؟ برضه هنعرف. Why did people begin to go on holidays all over the world more often؟ ليه الناس بقت خلاص ايه تتفسح بكده وتروح دول كتير حول العالم اكتر من الاول؟ summarize يعني لخص. خد بالك the last paragraph اخر فقرة. Do you think tourism is good for the economy of the country؟ هل تعتقد ان السياحة مهمة لاقتصاد البلد؟ اكيد طبعا، وهنعرف ليه. هنشوف لو في اجابة في القطعة وهنقول احنا من عندنا. القطعة بيقول لك ان السفر دلوقتي اصبح اسهل من قبل كده، والناس بدأت ان هي تسافر او تروح في عطلات حول العالم اكثر من قبل كده، اكثر من الماضي. عشان كده دي اجابة رقم 4 ان السفر travel has become much easier than ever before. ان السفر اصبح اسهل بكتير من زمان. Now دلوقتي at the start of the new century، في بداية القرن الجديد، بيقول لك السفر ده أصبح صناعة أساسية. في بعض الناس بتسافر في شغل، واللي بيسافر عشان يدرس، ولكن معظم اللي بيسافروا بيكونوا سياح. السياح visit other countries، بيزوروا الدول التانية. ليه؟ to spend their holidays، عشان يقضوا أجازاتهم. أجازات مين؟ طبعا tourists اللي هم السياح. أوكي؟ الفقرة الثانية tourism is one of the fastest growing industries in the world today. بيقول لك ان السياحة واحدة من اسرع الصناعات النامية او التي تنمو او تزداد بشكل كبير حول العالم هذه الايام. when people الناس لما تسافر to another country لدولة مختلفة they spend money there. هي دي spend money there عشان بينفقوا فلوس هناك. in hotels بقى، في الفنادق، في المطاعم، بيشتروا هدايا تذكارية. this is good for the economy of the country they are visiting. وده بيكون جيد لاقتصاد البلد اللي هم بيزوروها. عشان كده السؤال رقم 6 لما لك هل تعتقد ان السياحة مهمة للبلد؟ طبعا ايوه، وعشان كده هقول له الاجابة اللي هي خاصة بالسطر الثاني والثالث في الفقرة الثانية. كمان بيقول لك making friends with people from other countries، ان انت تكون صداقات لناس او مع ناس تانية من دول مختلفة. كمان دي فائدة للسياح. ليه؟ because this is one of the ways in which people of different races and cultures can begin to understand each other. عشان دي واحدة من الطرق اللي بتخلي الناس من يعني ثقافات مختلفة وبيئات مختلفة يحاولوا ينسجموا او يفهموا بعض. الفكرة الرئيسية للقطعة طبعا الأولى benefits of travels، اللي هي فوائد السفر. making friends can be another benefit، إن أنت تكون أصدقاء ده فائدة للسياحة. ليه؟ التانية people can understand each other، الناس تفهم بعض.
زي بتقعد على مين؟ قلنا تورست اللي هم السياح. ليه الناس بدأت ان هي تسافر اكتر من قبل كده؟ اول جملة في القطعة عشان السفر بقى اسهل. عايزين نلخص، هعلمك تلخص ازاي. 3 do you think tourism، هل تعتقد ان السياحة مهمة لاقتصاد البلد؟ ايوه. وقلنا السطر التاني والتالت في الفقرة التانية. طب يلا نشوف. قلنا الخاصة بالسياحة هتلاقيها في السطر التاني في الفقرة التانية. السطر التاني في الفقرة التانية ان التورست مالهم spend money in the country، بينفقوا فلوس فين؟ في الهوتيلز وفي الريستورانت وفي باينج سوفينيرز. اوكي، وده مهم لاقتصاد البلد. طب هنا بيقول لك برضو لخص الفقرة الأخيرة. ممكن تجيب له أول جملة في السطر الأول في الفقرة التانية اللي هي tourism is one of the fastest growing industry in the world today. بس كده. الاختيارات والجرامر والباراجراف بالنص الحمد لله من مراجعاتنا. an is a place for looking after orphan، يبقى orphanage. an orphanage. اوكي، orphanage اللي هو دار الايتام. is the unkind things we say or write about someone، طبعا cyber bullying اللي هو التنمر الالكتروني. it was a dream as I was asleep، عكس asleep awake. to make a noun from the word inform، الفعل inform عايز اخليه اسم، طبعا information. او حد يختار informal، لا informal معناها غير رسمي، هنا صفة. informal صفة، انت عايز اسم فتختار information اللي هي ATION. huge tankers carry oil across seas and oceans. a tanker هنا نوع من انواع طبعا ship، حلناها بالنص. she feels upset. upset هنا معناها worried. complete. كود ماهر مصدر swim. ذا ميوزيوم المتحف هياخد الذهول ولا هيديه؟ طبعا اميزنج هو اللي بيدي الذهول او الاثاره اميزنج. نايزر عادل نور عمرو، قلنا اللي بعد نور مفرد يبقى مفرد. طب هنا يا مستر بي، طب از ولا ووز؟ بص في الاخر كده يستر داي ماضي تبقى ووز. لوكسور بلين قلناها 15,000 مرة. جدول مواعيد مضارع بسيط مفرد arrives. My father have this car since في النص بعدها ماضي بسيط قبلها مضارع تام has had. اوعى تكتب هاز بس ويضحك عليك، لا هاز هاد. والباراجراف عن اونلاين شوبينج وده قلناه بالنص برضو في اهم الباراجرافز لتالتة اعدادي، هتلاقي فيديو كامل عن الموضوع ده. في النهاية يا حبايبي بنشكر واضع امتحان محافظة دمياط، بصراحة امتحان سهل جدا ولذيذ وربنا يبارك في واضع الامتحان. كمان حبايبي بنذكركم ان احنا بنحل اي محافظة بتمتحن، ومش بس كده وبنعمل لايف قبل المحافظة التانية ما تمتحن. عشان كده يا ريت تكتبوا لنا في كومنتس محافظتك ومعايا امتحان انجليزي، وان شاء الله هنظبط الدنيا مع بعض. كمان بنذكرك ان احنا عاملين مراجعة ليلة الامتحان في محافظة المنيا. قرى الشروق هتكون الخميس والسبت، وقرى الغروب في الفكرية أبو رقاص هتكون الجمعة، وكمان متاحة للجمهورية كلها على ابلكيشن زوم. اللهم علما ينتفع به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.